الحمد لله مفيش حد هنا، هنلعب براحتنا يا امال. طب يلا مثلا يا عبقرين. قشطة. يا انت وهو من هنا، مفيش لعب هنا. ايه ما سمعتنيش يلا انت وهو ولا ايه؟ لا سمعناه. يلا بينا يا عبقرين نمشي من هنا. نمشي نروح فين يا امال؟ لا احنا مش هنمشي، احنا بنلعب في سلاح الحكومة. الله يخرب بيتك يا عبقرينو، اسكت هتتضرب. نتطلب من مين يا امال؟ انا محدش يعرف يطلبني. ويلا انت من هنا عشان احنا جايين قبلك هنا ومعانا كلتنا وهنلعب هنا. ده انت مش خايف بقى؟ ماشي، طب وريني بقى هتلعب هنا ازاي؟ ولو مسكت الكرة ديت هسطحها. لا بس يا استاذ زعبول، احنا عملنا لك ايه؟ هو تيفي كده، مفيش لعب هنا. لا ده انت شكلك عاوز تتطلب بقى، تعالى. سيبني يالا يا مالك، الاب الواد ده وهعلمه القتل. لو لكن تعالى وانا وليه. اهدى بس يا زعبول، اهدى بس يا عبقرين، انا عندي حل. حل ايه ده؟ بدل ما تتخانقوا تلعبوا ضربات جزاء انت والولا عبقرين، واللي يكسب يلعب هنا، لكن اللي يخسر يروح بقى. وانا موافق. وانا كمان موافق. يبقى يلا بينا. وانا اللي هقف جول الاول. وانا اللي هشوط الاول. اللي هيصد ضدك ويشوط ويجيب اجوان هو اللي هيكسب. يلا ولي نفسك. انا هوليه. يا عبقرينو، يا سلام عبقرينو، اي مهارة اي رشاق. عبقرينو، اي مباراة واي اثارة واي جمال، لكن يا سلام. عبقرينو، اي مهارة اي مهارة اي عبقرية. عبقرينو، اي مهارة اي رشاقة اي مباراة واي اثارة واي جمال، لكن يا سلام. ودلوقتي طول. عبقرينو، سجل جول على يا سلام. عبقرينو، اي مهارة اي رشاقة يسجل بكل قوة وبكل جدارة. اي مهارة اي مهارة اي عبقرية. عدى عبقرينو، وسع لنفسه المساحة وسدد بقى تسديدة قوية، قنبلة صاروخ ارض، لكن يا سلام. عبقرينو اللي يقود انطلاقة من ناحية اليمين بقى دي كرة، والخطأ الكبير من عبقرينو. نفسك تلعب تاني ولا حاجة؟ وبكده عبقرين هو اللي كسب، واحنا اللي هنلعب في السالة وانت هتمشي مني. ماشي يا عبقرين التالت بليتيو. قشطة عليك يا عبقرين، ده انت قطعت. عيب عليك يا مالك، دي اقل حاجة عندي، ودلوقتي السلاح ده كله بقى بتاعنا. يلا احسن نلعب. يلا بينا. الشاي يا وليه انت بقالك ساعة بتعمل ايه؟ حاضر يا حاج، خلاص اهو. واخيرا جاءت لحظة اعلان نتيجة العائلة المشاركة في مسابقة السباحة العالمية ضد بوركينا فاسو، والعائلة اللي هتمثل مصر هي عائلة الطفل عبقرينو، وتمثل هذه العائلة 4 أفراد، وهم أبو ماجد وأم ماجد وماجد والطفل عبقرينو. وستكون جائزة هذه المسابقة 100,000 جنيه مصري. الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ مسابقة ايه و100,000 جنيه؟ ومين اللي اشترك في المسابقة دي أصلا؟ واحنا اللي هنشارك فيها ازاي؟ فيها يا حاج،
انت بتكلم نفسك؟ وعلى عائلة الطفل عبقرينو المشاركة في هذه المسابقة واللي هتمثل اسم مصر الحضور غدا صباحا على هذا الشاطئ. المذيع اللي في التلفزيون ده بيقول ان احنا كسبنا المشاركة في مسابقة سباحة عالمية وهنشارك فيها باسم مصر قدام بوركينا فاسو. بوركينا فاسو؟ طب احنا كسبنا في المسابقة ده اصلا ازاي يا حاج؟ ولا مين اللي قدم لنا فيه؟ مفيش غيره عبقرينو الكلب. تعال لي يا ابن الكلب. فيها يا بابا والله ما عملت حاجة. انت قدمت في مسابقة سباحة يا عبقرينو؟ انت يا بابا انت حلفت ازاي؟ ده انا مسحت اللسانة من على موبايلك عشان ما تعرفش ان انا قدمت بال 100 جنيه اللي كانت معاه. يا ابن الكلب، يعني ال 100 جنيه اللي انا كنت شاحنها الاسبوع اللي فات عشان اجدد الباقة انت اللي ضيعتها؟ انا اسف والله يا بابا مش هعمل كده تاني. اسف ايه يا عبقرينو؟ احنا كسبنا في المسابقة واحنا اللي هنشارك وهنمثل مصر قدام بوركينا فاسو. ايه ده؟ بجد؟ ايوه بجد، وعاوزيننا نكون على شط البحر بكره علشان نشارك في المسابقة. قشطة، وانا جبت العوامة وجاهز. واخيرا يوم المسابقة، وعلى كل عائلة من العائلتان المشاركتان ان يختاروا فرد فقط للمشاركة في المسابقة، وسنبدأ بعائلة بوركينا فاسو واختاروا ابنهم مجانس للمشاركة في المسابقة. وده هنعمل معاه ايه ده؟ ودلوقتي دور عائلة عبقرينو علشان يختاروا فرد منهم يشارك في المسابقة. هتختاروا مين يا عائلة عبقرينو؟ ايه ده؟ في ايه؟ كلكم بتساولوا عليا ليه؟ مش انت اللي قدمت في المسابقة؟ يبقى انت اللي تشارك بقى. الله يرحمك يا عبقرينو. بس انا ما بعرفش اعوم يا بابا. نعم يا رحمك. امال انت شاركت ليه في المسابقة يا يالا؟ انا ما كنتش اعرف ان عائلتنا هي اللي هتكسب من بين عائلات مصر كلها وانها هتشارك في المسابقة. انا كنت بكلم حظي بس. طب ادبا ليك بقى يا رحمك هتشارك في المسابقة وتكسب كمان عشان تاخد الفلوس وترجع لي ال 100 جنيه اللي انت ضيعتها لي بتاعت الباقة علشان اشحن الباقة. يلا يا ابني. يا نهار اسود، اعمل ايه بس دلوقتي ولا اتصرف ازاي في المشكلة دي؟ مفيش خالك انت اللي هيساعدني يا ماكت يا اخويا. ولا اعرفك، شفت بقى انك بترجع وتحتاج لي. ساعتني اكسب في المسابقة وهعمل لك كل اللي انت عاوزه. كل مشاوير البيت انت اللي هتعملها ولمدة سنة قدام. ماشي موافق. طول ما انا بتفرج على التلفزيون ما تمسكش الريموت خالص ولا تقول لي هجيب الكرتون. حاضر موافق، بس ساعدني بقى المسابقة هتبدأ. ماشي، ادخل انت يلا السباق معاه وسيب الباقي عليا. ها اخترتوا مين هيشارك؟ انا اللي هسالك. واخيرا اللحظه اللي كلكم مستنيينها، ودلوقتي السباق هيكون بين عبقرينو وبين مجانس، ودلوقتي هيعوموا 5 كيلو في الميه، واللي هيوصل اول هيكون هو اللي كسب جايزه ثمنها 100,000 جنيه. جاهز يا مجانس؟ جاهز يا عبقرينو؟ 1 2 3.
لازم اتدخل. يلا يلا عبقرينو هتعدي انا. يلا 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 عبقرينو. عاوز تكسب عبقرينو اخويا؟ انا هوريك. وريني بقى هتطلع ازاي من غير الشورت بتاعك. تسيب عبقرينو اخويا يكسب هرجع لك الشورت وهطلعك. سلام. الشورت بتاعي يا ناس، اخد الشورت بتاعي. ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ في حاجه غريبه بتحصل. مجانس واقف في نص الميه وما عادش بيتحرك، واضح كده انه جاله اصابه، وشكل عبقرينو هيعديه وهو اللي هيكسب. كسب 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 كسب. واخيرا اللي فاز في المسابقه هو عبقرينو وعيلته. مبروك عليكم جايزه 100,000 جنيه. الله عليك يا عبقرينو يا عوام، شرفتنا يالا. اي خدمه يا عبقرينو. قست عليك يا ماكت يا اخويا. فاكرين مش عارف اطلع من البحر؟ والله ما سبقوا نصابين. يا نهار اسود، خدوا الفلوس واجروا.